والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ونسأل الله أن يحشرنا معه. الإمام الخميني قاتل صدام كرجل كافر. والعراقيين الذين سقطوا بسبب الحرب وذول الأيتام الموجودين وذول الأرامل من يتحمل مسؤوليتهم؟ شنو يتحمل مسؤوليته؟ هاي حرب باكر أنا أقتل الوهابي هم أتحمل مسؤولية أيتامه؟ ماكو هيك. حرب نظامية هاي. حرب نظامية واجهونا. يعني هل من العدالة الآن إنه هؤلاء اللي سقطوا آبائهم بالحرب ما لهم أي حقوق؟ ما لهم أي حقوق، والله ما يستحقون الحقوق. هاي الجيوش ما يستحقون. ما يستحقون؟ ما يستحقون. طيب أنا شفت إذا تنزلا. أنت خلقت هذا اليتيم اللي أبوه سقط في حرب العراق الإيرانية، أنت خلقت عدو، هذا من يجي قاتلك لا تقول لي ليش قاتلتني؟ لأن أنت هامله. أي خلي قاتلني، أهلا وسهلا بي. يجوز شيعي هذا. على شنو يقاتلني؟ شيعي هذا. قاتلني لأن هو وقف في صدام حسين؟ هو شعلي أبوه قاتل، هذا حرب بين بلدين. الآن إذا هو شعلي فهو شعلي. طيب إذا تسمح لي الآن وصارت حرب بين العراق وإيران، لا سامح الله إن شاء الله ما تصير. أنت ويا من توقف؟ ويا إيران. هم المالكي صدام؟ لا. لا شلون؟ إذا هاي ماكو ولاية، أنت ما عندك عقائديا ويا الوطن، عندك حب للوطن؟ شنو؟ هذا حديث الوطن. لا بس خليني أوضح لك. شنو ولائيا أنت تحكي على أيام أوبا؟ أنا ما أعرف، أنت الآن عراقي ولا احنا نعرف أنه الجمهورية الإسلامية في إيران جمهورية يحكمها إمام عادل. حضرتك عراقي مرتبط بالإمام المعصوم، اسمح لي خلنا خدمك. خلنا أكمل لك. تفضل. العراق تحكمه حكومة تكنوقراط، حكومة ديمقراطية ما مرتبطة لا بالولي الفقيه ولا بمرجعية. إذا الحكومة مالتنا قررت أنه تقاتل، أنا جاي أجاوبك جواب صريح وواضح. إذا قررت تقاتل الإمام المعصوم أنا مع الإمام المعصوم ضدها. إذا الإمام المعصوم هسه بالهند وراد يقاتل العراق فأنا أصير ويا الهند. إذا الإمام المعصوم صار ويا أمريكا وراد يقاتل العراق أنا أصير ويا أمريكا. إذا الإمام المعصوم صار ويا إسرائيل وقاتل العراق أنا قانوني أنه مع المعصوم. زين؟ لأن أنا أعرف أن المعصوم مع الحق. طيب. والحق مع المعصوم يدور معه حيث دار.